السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم من جديد على قناتي وصفات نور الورد. نتمنى هذا الفيديو لقاكم بصحة جيدة. اليوم وصفتنا غتكون عبارة عن دجاج محمر ومدغمر بطريقة احترافية، يجي بحال ديال العراس، لذيذ وفتي. كنتمنى الوصفة تنال الاعجاب ديالكم، فرجة ممتعة. خليكم شاهدوا الفيديو الاخير باش تعرفوا جميع الاسرار ديال النجاح ديال هذا الطبق. بلا ما نطول عليكم نبداو على بركة الله. خديت لوب ديال حامضة مصيرة كامل، قطعته 6 فصوص ديال الثوم وبصلة متوسطة وربطة بين القزبر ومعدنوس. غادي ناخذ كاس ديال مولينكس، غادي نوضع فيه كاس ونص ديال الماء ودوك المكونات وغادي نطحنهم جيدا. صافي بعد ما طحنت المكونات غادي ناخذ بول، غادي نوضع فيه داك الخليط وغادي نضيف 2 معالق صغار ديال الخرقوم، 2 معالق صغار ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الابزار و2 طامات ديال الزعفران. صافي بعد ما خلطت التوابل تنسجمت معايا مع داك الخليط، غادي نبدا نشرمل في الدجاج ديالي اللي غسلته بالحامض والملح وخليته تسقطر مزيان تنشف من الماء. كنبدا ندخل هذيك الشرموله بين الجلده والفخاذ وندير ثقبات في الصدر باش كتدخل ليه هذيك الشرموله. صافي بعد ما غادي نشرملو غادي نغطيه بالسلوفان ونخليه يترقد ليله كامله. الا كنتو زربانين شرملوه قبل. صافي نتلاقاو بعد ما غادي تشرمل لي الدجاج ديالي مزيان. صافي ها هو الدجاج ديالي بعد ما بات ليله كامله. غادي نحيدو من هذيك الشرموله وغادي نربط الدجاج ديالي مزيان بالخيط باش كيبقى محافظ على الشكل ديالو وما يتشتتش ليا ملي يكون يطيب في الطنجره ولا في التحمار. صافي غادي ناخذ الطنجره ديالي، غادي نوضع فيها 3 البصلات متوسطين اللي شلطتهم رقيق وغادي نضيف لهم ديك الشرموله اللي ترقد فيها الدجاج، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال قاع قله وبسيبيته، ما تكثروش منها لان المذاق ديالها مجهد. وغادي نضيف معلقه كبيره ديال السمن. هنا كما لاحظتم ما ضفتش الملح نهائيا لان الحامض كما تعرفوا والسمن راهم مالحين، غادي يجيكم هو هذاك بلا ما تضيفوا الملح. صافي غادي نوضع الطنجره ديالي على النار حتى يتقلى لي الدجاج مده ديال 10 دقائق. وهنا خديت هذوك القشاوج ديال الدجاج قطعتهم ومعاهم العنق ديال الدجاج، غادي نضيف ليهم الماء غليان يتسلقوا مده ديال 15 دقيقه. في بعد ما تقلى الدجاج ديالي مزيان كنحاول نحركو هكا شويه باش ما يلصقش من التحت، وغادي نمرق بالماء يكون غليان. صافي ما غاديش نسد عليه الكوكوط، غادي عاد نغلق عليه ونخليه يطيب على خاطر. بعد ما تغلى لي الطنجره ديالي غادي نحاول نثقب الدجاج بالفرشاط باش ما طرطقش ليا ديك الجلده ديالو ويجينا مزيان في التحمار.
بعد ما الدجاج ديالي طاب نص طيبه غادي نضيف ليه القنصه والقلب والعنق. الكبده غادي نخليوها حتى الاخر. صافي غادي نخليهم يطيبوا. هنا بعد ما دخل الدجاج ديالي الطياب عاد كنضيف نص كاس ديال الزيت، لان لا ضفتو في الاول ما كيخليش ليا الدجاج يشرب العطريه ويجيني لذيذ بزاف. صافي كنخلي الدجاج ديالي يكمل الطياب ديالو. في بعد ما طاب الدجاج خليته تسقطر من هذاك المرق، غادي نوضعو في لاطه اللي تكون فرشه بورق الطبخ، وخلطت هنا الزبده مع الهريسه باش كيجي اللون ديالو محمر مزيان. صافي غادي ندهنو وندخلوه يطيب، ندخلو يتحمر عفوا. وفي هذا الاثناء غادي نوجدو التغميره اللي غادي نرافقو بها الدجاج ديالنا. خليكم معايا. صافي وغادي نضيف لهداك المرق الكبده ديال الدجاج والزيتون اللي سلقته في الماء باش تحيد لي ديك الملوحيه، ونخلي التغميره ديالي حتى كتوقف في الزيت ديالها مع التحريك المستمر. ها هي التغميره ديالي جات واقفه في داك الزيت ديالها وعاقده. دابا غادي نمروا باش غادي نقدموا الطبق ديالنا. خليكم معايا. في وضعت الدجاج ديالي في الصحن، هانتوما شوفوا كي جا محمر مزيان. غادي نرافقوا بهذيك التغميره، جا لذيذ بزاف. وغادي صدقوني الا جربتوه بهذه الطريقه غيولي معتمد عندكم. جا بحال ديال الافراح فتي وشارب هذيك التوابل مزيان. صافي غادي نسالي التقديم ديالو وغادي نوريكم كيفاش جا. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق. الصراحه جا رائع، لا في الشكل ولا في المذاق. وشاركته معكم بطريقه سهله ومبسطه وبمكونات اقتصاديه. وكنكون وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبتكم الوصفه ما تنسونيش من اللايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى ما تنسونيش من الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصل كل جديد، وبارطاجيو باش تعم الفائده وكل شيء يستافد. والى اللقاء في وصفه قادمه.